واش راه فامي كي دايرين صافا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نغسلوا المحبوبه ديالنا تكرفصات ديال بصح. المهم انا ندير الرويد انا بزاف مكرفصين السنسله لاشين خصها تنقى. عرفتي الموتور كيموسخ موسخ ليه الرويضه الجانطه الكيدون واخا ما تيبانش ليكم مع الويل الكحل تيبانش فيه الوسخ بزاف. اول حاجه غنديرها هو غنستعمل هاد الديكريبون لاشين باش نحيد فيها لا غريس اللي فيها. ما عنديش مالوغوزمون ديك اللعيبه ديال باش كتهز الموتور داك البيكي سونترال، ولكن ماشي مشكل حنا نديبانيو. نورمالمون غيخصني ندير لها شي بيكي سونترال هاد الموتور غيخصني ولا بدا ما عرفت واش غيكون ديال اف زد 6 ولا لا، ولكن غالبا غادي يكون وغادي تكون بلاصتو ان شاء الله. حتى حاجه ما صعيبه، كلشي موجود. المهم حنايا غادي نقيو هاد لاشين مزيان بعدا هو الاول، عاد نضربوها بالماء اي ابخي غادي نديرو هاد البرودوي من بعد. البرودوي هذا جاني من المانيا، ها هو كيدير في الفينال. نتوما سكرينيو ولا شي حاجه قلبوا عليه، ما عرفتش الثمن ديالو شحال داير تقريبا شي ما عرفتش 200 درهم ولا ما عقلتش. المهم دابا كما شفتوا نقينا لاشين بديك الشيته، درنا داك البرودوي. دابا غادي نخوي فيه شويه د الماء غير يفزق الموتور شويه، ابخي ندوزو عليه شويه د الصابون ومن بعد نديرو البرودوي ديالنا ان شاء الله. داك كاع البلايص هادو خصو يوصلوهم الماء. الدياس عند الرويض هنا كامل. دابا الموتور باقي سخون، داكشي علاش ما بديتش نطلق الماء بالجهد. خص دابا يفزق الموتور شويه من بعد نقيه بالشيته ندوز على الموتور كامل. دونك غادي نمشيو للشطابه العجيبه. درنا لنا غير شويه الصابون ما يهمش، ليسونسيال انه الموتور غير، ولكن ما خصكمش ديروا هاد الشطابه هادي حيت فريمون الشطابه هادي راه ديال الرموكات ماشي ديال الماطر. وراه نسيت معايا واحد البرودوي ما جبتوش معايا، كاين ماشي مشكل نديبانيو بهاد البرودوينيت ديالنا ديال التيل. اللهم بارك. هادي طريقه الغسيل ديال الدراوش ماشي طريقه الغسيل ديال الناس اللي عندهم الفلوس. شفتوا لاشين كيتنقاد دابا فاش درت ليها داك الديكريبون ولا تبيضه. هاي غنديبانيو باش مكان غير الموتور يبان بعدا نقي شي شويه. وما راه كتكرفص ديال بصح راه نهار خديتو لدابا ما عمرني غسلته نهائيا. وحتى السيد اللي كنخداه قبل مني قال لي حتى انا راه ما عمرني غسلته، قال لي كنغسلو مره واحده في 3 شهور هكاك بحال، حيت اصلا هو ما تيخرج الموتور بزاف. قال لي انا كنخرجوها في الويكاند مع الخدمه ديال عنده مزيره حتى هو ما تيقدرش يخرج الموتور ديما يوميا. الموتور قال لك محطوطه في الكراج. المهم غنحبس الفيديو حتى نغسل الموتور كامل ومن بعد نرجع لكم. وصلنا للمرحله قبل النهائيه اللي هي الريح. ديما الموتور فاش كتغسلو ضروري تضربوه بالريح. تسمعوا الصباع دابا ديال عندك اي بلاصه بحال هنايا سي بريز بلاصه لي بوطون كلاكسون المرايات. المهم جهه لي كيدون سيرتو لي فيه الكترونيك بزاف الكونتور بلاصه التاروس. المهم كون ضربوه بالكونفلور مزيان هذا الريح هذا باش ينشف فيه الماء قبل ما ديروا امرت الموتور. شحال ديال الماء دابا راه فاش خاوي داكشي علاش انا جيت باش نغسلو راسي. ما كنحملش بلاصه فاش تيكون الناس بزاف كتكون معنكش. دابا تقريبا راه شي نص ساعه وانا كنغسل فيه، دونك خصني نغسل الموتور على راحتي ماشي يجربني شي واحد. ومن الاحسن الدراري كما قلت لكم من الاحسن تغسلوا الموتور بيديكم سي ميو، ما تغسل حتى شي واحد. عرفت كيفاش تغسل الموتور ديالك، ماشي غير تجيو وتغسلو باش ما كان تكون تعرفوا البرودويات. انا دابا راه غسلتو غير الطريقه ديال الدراوش، غير تيب صابون قرعه الماء شيته بالصابون وانت ناضي. من بعد راه عندي بوت شامو ها هي كليه ديك الصفراء